يا أهلا وسهلا بيكم في قناتكم اللي دايما بتنقلكم أحدث أخبار الكورة والأهلي لحظة بلحظة. قبل ما ندخل في تفاصيل خبرنا المهم النهاردة، لو لسه جديد معانا يا ريت ما تنساش تدعمنا باشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. النهاردة هنتكلم عن واحد من اللاعبين اللي عاملين جدل كبير في الفترة الأخيرة، واللي جمهور الأهلي ساعات بيبقى مختلف عليه. بس في النهاية محدش يقدر ينكر إنه لاعب موهوب وعنده إمكانيات كويسة جدا، وهو أحمد عبد القادر. النادي الأهلي في الساعات الأخيرة عرض على أحمد عبد القادر تجديد عقده لمدة 3 مواسم جديدة، والعقد الجديد هيكون بقيمة 35 مليون جنيه في الموسم الواحد. يعني لو حسبناها كده، اللاعب هيحصل على حوالي 105 مليون جنيه في 3 سنين، وده رقم كبير جدا بيعكس قد إيه الإدارة شايفة إن اللاعب مهم ومؤثر ومش عايزين يخسروه. القرار ده الحقيقة عمل ضجة وسط جمهور الأهلي. في ناس شايفة إن عبد القادر يستحق الرقم ده لأنه لاعب مهاري وعنده قدرات هجومية تخليه يفرق في الماتشات الكبيرة، خصوصا إنه سجل أهداف مهمة قبل كده سواء في الدوري أو في إفريقيا. والناس دي بتشوف إن اللاعب لسه عنده كتير يقدمه، وإنه لو ركز أكتر والتزم تكتيكيا مع الفريق ممكن يبقى واحد من العناصر الأساسية اللي تصنع الفارق. لكن من الناحية التانية، في قطاع تاني من الجمهور شايف إن المبلغ مبالغ فيه جدا بالنسبة لمردود اللاعب في الفترات اللي فاتت، وإن عبد القادر ساعات بيغيب عن مستواه وبيكون بعيد عن الصورة في ماتشات كبيرة. وده بيخلي فيه تساؤلات: هل يستحق يا ترى كل المبلغ ده؟ ولا الإدارة ممكن كانت تستثمر الرقم ده في لاعب أجنبي أو صفقة تانية تقيلة؟ واللي زود الجدل كمان إن الأهلي حاليا بيمر بمرحلة إعادة ترتيب الأوراق، سواء في الجهاز الفني أو في ملف الصفقات الجديدة. وعشان كده أي قرار بيتاخد بخصوص لاعب بيكون تحت الميكروسكوب ومحل نقاش كبير من الجمهور والإعلام. خلينا نتكلم بصراحة، أحمد عبد القادر لاعب موهوب، ومفيش اتنين يختلفوا على إن عنده سرعات ومهارة فردية، وكمان بيعرف يستغل المساحات بشكل كويس. لكن مشكلته الأساسية يمكن في الاستمرارية، يعني ساعات بنشوفه نجم الماتش وساعات تانية بيختفي بشكل غريب. والإدارة وهي بتعرض عليه التجديد بالمبلغ الكبير ده أكيد بتراهن على إن اللاعب هيطور نفسه وهيبقى عنصر ثابت ومؤثر. كمان لازم نفكر إن في عالم الكورة دلوقتي الأرقام دي بقت عادية جدا، يعني ممكن تلاقي لعيب أجنبي جاي على الأهلي ياخد أضعاف الرقم ده. فممكن يكون الأهلي شايف إن عبد القادر يستاهل، خصوصا إنه لسه صغير في السن وعنده فرصة يبقى استثمار للنادي. وفي نفس الوقت عرض التجديد ممكن يكون رسالة واضحة من الأهلي إنهم مش عايزين يخسروا أي لاعب محلي موهوب في السوق، خاصة مع ضغط الزمالك وأندية تانية بتحاول تجذب اللعيبة برواتب عالية. الجمهور بقى دلوقتي مستني يشوف رد فعل اللاعب. هل هيوافق على العرض ويجدد ويكمل مع الأهلي 3 سنين جايين، ولا ممكن يطلب شروط إضافية زي ضمانات بالمشاركة أساسي أو امتيازات تانية في العقد؟ وبرضه لازم نفتكر إن تجديد العقود الكبيرة بالشكل ده بيحط اللاعب تحت ضغط أكبر. يعني خلاص يا عبد القادر هتاخد رقم كبير وهتبقى من الأعمدة الأساسية، يبقى لازم تثبت إنك تستاهل كل جنيه في عقدك وتقدم مستوى ثابت يرضي الجماهير اللي ساعات بتبقى قاسية جدا في الحكم على اللعيبة. في النهاية، موضوع تجديد عقد أحمد القادر هو خبر مهم جدا وبيعكس إن الأهلي ماشي بخطة واضحة عشان يحافظ على قوام الفريق الأساسي. لكن القرار في الآخر هيبان في الملعب. هل عبد القادر هيقدر يرد على الناس اللي شايفة الرقم كبير ويثبت نفسه، ولا الجدل هيستمر؟ سيبولي رأيكم في الكومنتات. هل شايفين إن عبد القادر يستحق ال 35 مليون في الموسم، ولا الأهلي كان لازم يفكر بطريقة مختلفة؟ وقبل ما نختم، لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن أخبار الأهلي والكرة المصرية أول بأول.